كتير من المصورين بيبقوا مقتنعين دايما ان كاميرات الفول فريم هي احسن من كاميرات الكروب فريم، ولكن الموضوع مش فكره احسن او اوحش في المطلق كده. في معايير كتيره جدا لازم تحطها في عين الاعتبار قبل ما تشتري كاميرا فول فريم او كاميرا كروب فريم، وده اللي هنشوفه في حلقه النهارده. فيلا بينا نبدا. اول حاجه طبعا هنتكلم عنها او الفرق الجوهري اللي كل الناس عارفاه بين الكاميرتين هو السنسور سايز، او بمعنى اصح مقاس المستشعر بتاع الكاميرا. في كاميرات الفول فريم المستشعر او السنسور بيكون مقاسه 36 مللي في 24 مللي، زي كاميرات كتير جدا في السوق او زي الكاميرا اللي بصور بيها الار 6. اما بقى كاميرات الكروب فريم سنسور فهي بتيجي بمستشعر او بسنسور اصغر مقاس 24 مللي في 16 مللي، بيطلق عليها برضو مسمى تاني اللي هو APS-C سنسور. والكاميرات دي زي كاميرات الكانون الام 50، والكاميرات دي سموها كروب فريم سنسور لانها فعلا بتعمل كروب لحجم السنسور الاساسي اللي هو الفول فريم. وقبل ما نخش تفاصيل اكتر لازم نفرق ما بين حاجتين: حجم السنسور، حجم المستشعر بتاع الكاميرا، وتاني حاجه الريزوليوشن. مبدئيا حجم السنسور احنا خلاص عرفنا هو ايه، عباره عن الدايمنشن بتاع حجم السنسور اللي موجود في الكاميرا بتاعتك اذا كان فول فريم سنسور او كروب فريم سنسور. اما بقى الريزوليوشن هو عباره عن كميه البكسلز اللي موجوده جوه السنسور ده. فرضا مثلا الكاميرا اللي انا بصور بيها الكانون الار 6 هي 20 ميجا بكسل، يعني جوه السنسور فيه 20 مليون بكسل، وطبعا هي فول فريم سنسور. وانت فرضا لو خدت الكاميرا دي وصورت بيها صوره هتلاقي ان الدايمنشن او المقاس او الريزوليوشن بتاع الصوره دي هو 5472 في 3648 بكسل طبعا. وعلى الجانب الاخر لو انت بتصور مثلا بكاميرا كروب فريم سنسور برضو الكاميرا دي هي 20 ميجا بكسل، هتلاقي ان الدايمنشن او الريزوليوشن بتاع الصوره بتاعتك هو 5500 في 3600، ستيل نفس الدايمنشن. وده طبعا عشان البيكسلز على الكروب فريم بتبقى اصغر شويه، وهنفهم الموضوع ده قدام شويه. تاني حاجه وبرده من الحاجات مهمه جدا لازم تبقى عارف نسبه القطع اللي موجوده في كاميرات الكروب فريم عن الكاميرات الفول فريم، وبيطلق على الموضوع ده حاجه اسمها الكروب فاكتور. الكروب فاكتور عباره عن نسبه القطع اللي موجوده في الكاميرا بتاعتك الكروب فريم، وبتكون بنسبه معينه او برقم معين. يعني فرضا انت لو معاك كاميرا كانون فمعامل القطع بتاعها او الكروب فاكتور بتاعها 1.6، لو معاك كاميرات من نيكون هيكون المعامل القطع بتاعك هو 1.5، وتقريبا كمان ده نفس الرقم بتاع كاميرات سوني. وده طبعا بيكون تأثيره واضح جدا لو انت بتصور بأي عدسة. هشرح لكم مثال بسيط. فرضا انت بتصور بكاميرا فول فريم من شركة كانون وعدسة 50 مللي، فالكادر اللي انت هتشوفه هو الكادر 50 مللي كله. ولكن على النقيض لو انت بتصور بكاميرا كانون كروب فريم سنسور وعليها برضو نفس العدسة اللي هي ال 50 مللي، الزاوية بتاعتك مش هتكون 50 مللي، الزاوية بتاعتك هتكون 50 مللي في معامل القطع او الكروب فاكتور اللي هو 1.6 ايكوال او بيساوي 80 مللي. فبالتالي الكاميرا كروب فريم شايفه زاويه 80 مللي على العدسه ال 50، والكاميرا الفول فريم شايفه زاويه 50 مللي على العدسه 50 برضه. من الاخر او توضيحا من الاخر ان الكاميرا الفول فريم هتطلع لك كادر اوسع وهتطلع لك الرقم الحقيقي بتاع الفوكال لينث بتاع العدسه. السؤال التريكي بقى هنا، هل موضوع الكروب فاكتور في الكاميرات الكروب فريم سنسور هل دي ميزه ولا عيب؟ الحقيقه هما ميزه وعيب، يعني الاثنين مع بعض، لان في مصورين كتيره جدا في مجالات مختلفه بيختاروا ان هما يروحوا يشتروا كاميراز كروب فريم علشان موضوع الكروب فاكتور ده، زي مصورين الوايلد لايف، زي مصورين الرياضه، لان هم بيكونوا بعاد جدا، واقفين بعاد جدا على الحاجه اللي هم عايزين يصوروها. يعني مثلا اديك مثال بسيط، واحد بيصور وايلد لايف او سبورت وبيصور بفول فريم على عدسه 200 مللي، فهو طالع له 200 مللي، جنبه واحد بيصور بكروب فريم سنسور على عدسه 200 مللي، فهو شايف تقريبا اللي هو 200 في ال 1.6 شايف تقريبا زاويه 320 مللي. فبالتالي انت لو بتصور رياضه او وايلد لايف انت محتاج تبقى بعيد عن الشخص. لو ماتشات كوره بتلاقي الناس معاهم عدسات طويله جدا، معظمهم بيبقوا معاهم كاميرات كروب فريم. الناس اللي بتصور وايلد لايف حيوانات شرسه والكلام ده كله بيبقوا بعاد جدا، فمحتاجين العدسه اللي يحطوها دي يبقى فيها الكروب فاكتور ده. طيب حد يجي بقى يقول لي دلوقتي ايه المشكله؟ ما انا ممكن اصور بكاميرا فول فريم وفي الاخر على برامج الايديتنج اعمل لها كروب، وهيبان ان السبجكت اللي بيتصور في الصوره قريب جدا وزي الصوره اللي طلعت من كاميرات الكروب فريم. اقول لك تمام عادي مفيش مشكله، احنا ساعات كتير بنعمل كده، ولكن هنا انت بتفقد جزء كبير من الريزوليوشن بتاع الصوره. مثال برضو، بتصور بكاميرا فول فريم على عدسه 50 وبتصور جنبها بكاميرا كروب فريم عدسه 50، طبعا هيبقى واضح جدا ان اللينس مطلعه كادر اوسع على الفول فريم، والكاميرتين 20 ميجا بكسل. لو انت عايز توصل فكره ان الصوره دي زي الصوره دي بالظبط وهتعمل كروب للفول فريم، تقريبا انت بتوصل من 20 ميجا بكسل لغايه 12 ميجا بكسل، انت فقدت 8 ميجا بكسل من الصوره بتاعتك.
ولما تيجي بقى تشوف او تقارن بين الصورتين كريزوليوشن هتلاقي ان الكروب فريم بتكسب، لان هي ستيل او ما زالت 20 ميجا بكسل، عكس الصوره الثانيه اللي صغرت او اتعمل لها داون سكيل ل 12 ميجا بكسل. فكل حاجه في الدنيا ليها مميزات وعيوب الصراحه، مفيش اي حاجه كامله، المهم تبقى انت عارف ايه اللي انت محتاجه في الكاميرا بتاعتك. وبحديثنا عن العيوب والمميزات خلينا ننقل شويه فكره العدسات مع الكاميرات الكروب فريم والفول فريم. العدسات ليها دور كبير جدا في انتاج الصوره او الفيديو بتاعنا، خصوصا ان العدسات بتاعت الكاميرات الكروب فريم هي ارخص بكتير من العدسات بتاعت الفول فريم، واقل وزنا شويه، اخف يعني من العدسات بتاعت الفول فريم. وعلى الناحيه الثانيه كاميرات الفول فريم هي كاميرات ليها رينجز كتيره قوي، وبتطلع لك كواليتي احسن، وليها كاتيجوريز كمان. والميزه هنا كمان ان انت كاميرات الفول فريم لو اشتريتها هتقدر تشغلها على الكروب فريم، ولكن العكس مش صحيح. لو انت شغلت عدسه من كروب فريم على فول فريم غالبا هيظهر لك الفينيتنج او السواد اللي في الحواف ده، لان المساحه اصغر بكتير من اللي شايفاها العدسه. فانا شايف ان استثمار حلو جدا جدا لو انت حتى معاك كاميرا كروب فريم انت تشتري العدسات بتاعت الفول فريم، بحيث في المستقبل لو انت هتعمل ابديت او هتشتري كاميرا فول فريم فستيل العدسات تبقى مناسبه معاك في الكاميرا الجديده. تاني حاجه برضه هنتكلم فيها على المميزات والعيوب هو حجم ووزن الكاميرات. كاميرات الكروب فريم سنسور بيكون وزنها وحجمها اصغر واقل نسبيا من الكاميرات الفول فريم سنسور، وده بيديك يعني بيبقى سهوله شويه قوي في الاستخدام. والناس اللي بتحب تصور كستريت فوتوغرافرز بيصوروا في الشارع، كاميرات الكروب فريم هتبقى مناسبه ليهم جدا. الناس الترافلر اللي بيسافروا كتير كاميرات الكروب فريم هيكون مناسبه ليهم جدا، عشان الكاميرا اصلا صغيره تقدر تحطها حرفيا في جيبك، في كاميرات تقدر تحطها في جيبك، وكمان العدسات بتاعتها صغيره وخفيفه، فمش هتلاقي عوائق قوي ان انت بقى تجيب كاميرا فول فريم تقيله مع عدسه تقيله ومسافر بيها والكلام ده كله. فساعات كتير قوي الناس دي بتحب تروح اكتر للعدسات للكاميرات الكروب فريم. ثالث حاجه ومن الحاجات المهمه جدا هو النويز او التحكم في النويز على السنسور ده والايمج كواليتي. بالنسبه لكاميرات الفول فريم فاحنا زي ما قلنا ان حجم البكسلز اللي موجوده جوه السنسور بيكون اكبر نسبيا من حجم البكسل اللي موجوده في السنسور بتاع كاميرات الكروب فريم، فبالتالي تقدر تستقبل اضاءه اكبر في كل بكسل، فالاضاءه بتاعت الصوره كامله هتكون افضل، مع مراعاه طبعا ان انا دلوقتي بقارن بين كاميرتين في نفس الميجا بكسل، يعني كاميرا 20 ميجا بكسل كروب فريم وكاميرا 20 ميجا بكسل فول فريم. وبالنسبه للتحكم في النويز فاللارج بيكسلز زي ما قلت لكم بتستقبل اضاءه اكتر فبتقل من النويز، عكس السمول بيكسلز اللي بتستقبل اضاءه اقل فممكن يحصل فيها نويز. من الاخر يعني الكاميرات الفول فريم سنسور بتعالج فكره النويز وبتستقبل اضاءه اكتر من الكاميرات الكروب فريم سنسور. من الحاجات برضو القويه جدا في كاميرات الفول فريم هو الدايناميك رينج ومساحه الالوان اللي بتكون اكبر وافضل بكتير جدا من كاميرات الكروب فريم، وده السبب اللي بيفضله معظم المصورين خصوصا لو بيصور في اللو لايت. ولكن انت لو جبت كاميرا كروب فريم سنسور وفول فريم سنسور بنفس الاعدادات بنفس الاكويبمنت او العدسات بنفس ظروف الاضاءه، وصورت مثلا الصبح وظروف التصوير كانت كويسه، نادرا ما تقدر تطلع الفرق ما بين الاثنين. وخصوصا يعني انا كمان عملت حلقه عن الفرق ما بين الكاميرا ال 4000 دي والار 6 من كانون، هسيب لك الاي هنا، الحلقه في الاي اللي هنا او هنا، ممكن تخش تشيك هتلاقيني مصور صور بدي ومصور صور بدي، وغالبا مش هتعرف تطلع الفرق. ليه؟ لان في الاخر انت حطيت الكاميرتين في نفس ظروف كل حاجه، فهتبقى صعب ان انت تطلع الفروقات. واخر حاجه برضه هنتكلم فيها ومن الحاجات مهمه جدا هي السعر، يعني احنا كلنا بنتكلم الصراحه بالفلوس. كاميرات الكروب فريم سنسور هي كاميرات ارخص وعدساتها كمان ارخص من الكاميرات الفول فريم سنسور، فبالتالي هتكون اختيار افضل جدا للناس اللي لسه بتبدا، مصورين مبتدئين او الناس اللي واخده الموضوع كهوبي او هوايه مش داخله مجال التصوير كشغل. والناحيه الثانيه كاميرات الفول فريم بتبقى اغلى شويه، ولكن انت بتدفع فلوس علشان مميزات وحاجات اصلا ما بتنزلش في كاميرات الكروب فريم، زي مثلا الاكسترا كارد سلوت، بيبقى مثلا الكاميرا عندك فيها كذا سلوت للكارد، دايناميك رينج اعلى، تحكم في النويز اكبر، مميزات تانية كتير كمان في الفيديو مش تبقى موجوده في كاميرات الكروب فريم. من الاخر مصورين كتيره جدا بيروحوا لاختيار كاميرات الفول فريم سنسور مش بس علشان حجم السنسور، بالعكس ده ممكن يبقى فيه مميزات تانية كتيره جدا هم مفضلينها في الكاميرا اللي هيشتروها اكتر من فكره ان الكاميرا دي فول فريم، زي ما قلت لكم عشان برضو الدايناميك رينج وعشان النويز ريدكشن وعشان مميزات كتيره قوي بتبقى في الفيديو ريكوردنج مش موجوده في الكروب فريم، وموضوع الكروت وحاجات تانية كتير جدا يعني لا تعد ولا تحصى. قبل في الحلقه بقى وانهيها هقول لك على تip واحده بسيطه جدا، العدسات ثم العدسات ثم العدسات. العدسات ليها دور قوي جدا في ان انت تطلع فوتج او صوره حلوه جدا. انت لو حطيت عدسه كويسه محترمه جدا غاليه ازازها نظيف على ايا كان السنسور اذا كان كروب فريم او فول فريم هتطلع لك نتيجه تحفه،
عكس ان انت تجيب كاميرا فول فريم وتحط عليها عدسه شيب مش هتطلع لك كواليتي خالص. ممكن بالفلوس دي تقدر تجيب كاميرا كروب فريم بسيطه ولكن تجيب لها عدسه حلوه قوي ونظيفه وازازها كويس وبروفيشنال، هتطلع لك نتيجه احسن من النتيجه اللي هتطلع من كاميرا فول فريم وعدسه سيئه. اتمنى يكون الفيديو عجبك وقدرت افيدك بشويه معلومات بسيطه كده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجامد واعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش عامل، وسيب لي رايك في الكومنتات. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.